اسم حضرتك ايه؟ ايمن شعبان فتح الله خباط. انا عندي 42 سنه. منين يا استاذ ايمن؟ من مطوبس، شارع بورسعيد. حضرتك دلوقتي موجود في مركز الكبد. ايه بقى المشكله اللي حضرتك بتعاني منها؟ المشكله ان عندي برص في الدم وواقف بقالي بتاع 3 اشهر بجري، والله شهرين ونص اهوت ومش عارفين حد. قال لك الواد هيسافر مصر وهيرجع بعد شهر. جيت بعد شهر ما اعرفش برضه، ما عرفتش اوصل. قالوا تعالى بعد 10 ايام، جيت بعد 10 ايام برضه قالوا تعالى بعد 10 ايام، اللي هي المره الثالثه دي. وكل ما اجي المغازه هنا ما فيش حد بيستهم ولا حد بيدور على حد ولا حد بيسال في حد. يعني ستك بتجري بقالك شهرين ونص علشان واحنا ايوه والله عشان تشوف ايه بقى قرار علاجك وصل ولا لا؟ اللي هو معانا. انت عارف المغزى البارس من ده ماشي، المغزى اللي زي حالتنا نروح فين؟ ان انت عارف اللي زي حالتنا مش حمل، مش حمل اجيب حقن بجن. انت عارف الشغل على والله اكتر من 4 اشهر قاعد ما بتيجي تجيني. مش انا لوحدي، ده احنا عالم من الملايين. طلعت المدير مركز الكبد؟ قالوا مش موجود. طلعت له كم مره؟ بتاع 3 مرات، ويقولوا ده حب يقولوا ده في ما اعرفش في مؤتمر، وحب يقولوا ده مش مشغول، وحب يقول مش عارف هو فين. 3 مرات تيجي فيهم مركز الكبد وما تقابلش مدير المركز؟ امال هصرف عليك امتى واعمل على كده امتى؟ انا بشوف ناس ابله بتاخد لمؤاخذه في 20 يوم علاج يكون خلص وطالع، ويكون منهي وصرف علاج. بس الناس اللي معاها فلوس، اما انا لو طبقت 50 جنيه في الورقه زي ديت وقلت له خد لمؤاخذه ورقه هيخلص. فاحنا يا ريت صوتنا يوصل لاعلى الناس، مش المحافظ المؤاخذه اللي سيدنا السيد الرئيس اللي احنا مختارينه كلنا. يا ريتنا صوتنا يوصل ويجي يشوف المهزله اللي بتحصل هنا في المستشفى دي. مركز الكبد؟ مهزله جامده والله. طيب الموظف ما شافلكش ليه قرار علاجك؟ هو شاف النص، دور شاف النص وقام ساب بقيته. طب ما تدور في الباقي الثاني، لقيته بيقول لي تعال بعد 10 ايام. طب ما انت دورت في النص الاولاني، دور في النص الثاني. طب انا ذنبي ايه اجي لما اخذ 5 6 مشروع رايح جاي؟ عالم بتقبض وهي قاعده حرام، واحنا عالم حاضر، احنا راجل عاطل ومش انا لوحدي. انت حالتك الماديه عامله ازاي؟ انا حالتي الماديه تحت الصفر، تحت الصفر. حالتي الماديه انا بقالي 4 اشهر ما مسكت جنيه. ما انت جاي ازاي؟ والله سالف كم، والله سالف 20 جنيه وانا جاي. والله سالف 20 جنيه وجدت سكيت وانا جاي من مطوبس لكفر الشيخ. خلي بالك الجو تعبان عندنا خلاص، مش انا لوحدي، ده الجو تعبان عندنا احنا ملايين. والله ما احنا ملايين اللي عايش ما فيش تغيير. هو كده ما فيش تغيير، مفيش حاجه اتغيرت. لا ما فيش تغيير. انت لا مؤاخذه بص انت كده ومشي انت بنفسك كده وشوف الدنيا حواليك ماشيه ازاي. ما فيش تغيير. لا موظف بيتقي الله في المؤاخذه على مكتبه، ولا حد بيتقي الله. ما قابلتش اي مسؤول في مركز الكبد خالص؟ ما فيش، وانا عارف اوصل لحد، مش عارف اوصل لحد. طب انا بقول لك والله دور في النص اللي بدور فيه. طب ما تدور في النص الثاني كنت تلاقي اسم في النص الثاني. امال في علاج هعمل ايه وهوصله 200 على 200؟ يعني ده كله هيقعد سنتين. ده كله لسه ما وصلتش لمرحله العلاج؟ لسه ما وصلتش حاجه خالص. انت عندك كم عيل يا استاذ ايمن؟ انا عندي 4 عيال. عندي في ثالثه ثانوي عاوز اطلعه مش عارف اطلعه، وعندي في الاعدادي، وعندي في مهني. عندي 4 اولاد، وراجل ساكن في، لا مؤاخذه ساكن بدفع له 400 جنيه ولا 500 جنيه في الشهر. مش عارف الحاجه بتروح فين تيجي منين والله. اسمك ايه يا حاج؟ اسمي السيد اسماعيل ايوب. عندك كم سنه؟ 61 سنه. منين يا حاج؟ من عربان، من قريه عربان، مركز سوق محافظه كفر الشيخ. تمام. انت جاي النهارده مركز الكبد في كفر الشيخ؟ نعم. علشان ايه؟ عشان اسال على العلاج اشوف وصل ولا ما وصلش. علاجك؟ انت مريض بفيروس سي؟ نعم، فيروس الكبد. نعم. عندك الكبد يعني؟ انت عامل قرار علاج على نفقه الدوله؟ على نفقه الدوله. نعم. عامله بالك قد ايه؟ دخلت في الشهر الثالث. 3 شهور. نعم. وجاي النهارده علشان تسال؟ عشان اخذ العلاج مش عشان اسال. عشان تاخد العلاج. نعم. وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لك لسه ما وصلش، لسه 2015 لسه ما طلعش من هنا. يعني لسه قرار علاجك ما طلعش من هنا اصلا؟ لسه ما طلعش من هنا. قال لك اللي طلع من هنا 2013 اللي طلع من هنا. فاضل 2014 و15 ما طلعوش من هنا. تقصد رقم 13000 و14000؟ نعم. 15 لسه 15000 ما طلعش من هنا. رقم 15000 ما طلعش من هنا. لا. طلعت للمدير طيب؟ ما دخلت سكرتير المدير، ما رضوش يدخلوني المدير. ما رضوش يدخلوك ليه؟ لا. دخلت للسكرتير قال لك اطلع فوق الدور الخامس لمدير الحسابات. دخلت مدير الحسابات فوق، قال لي انزل الاستاذ محمد عمنا قام تحت اساله. نزلت على الاستاذ محمد عمنا وريت الرقم اللي معايا، قال لي ده لسه ما طلعش من هنا. اللي طلع من هنا 2013 لسه 14 و15 ما طلعش من هنا. انت عندك نسبة الفيروس عالية. عالية؟ 3 شهور ولسه القرار بتاعك ما سافرش؟ لسه ما سافرش من هنا.
طلباتك ايه يا حاج؟ انا طلباتي عايز اتعالج، مش عايز اكتر من كده. عايز اتعالج لان فعلا ما عدتش قادر امشي رجلي. يعني لا بشتغل ولا عامل ولا عمل. كل اللي انا اقصده عايز اتعالج مش اكتر. مرضوش يدخلوك للمدير؟ لا.